كلام على السريع اللي اقول لك اللي بيحصل دلوقتي في الاجتماع اللي موجود في نادي الزمالك حاليا. وزير الشباب والرياضة راح نادي الزمالك النهاردة هو ورئيس رابطة الأندية أحمد دياب وجمال علام رئيس اتحاد الكورة، هما الأربعة مقتنعين حاليا في نادي الزمالك. واللي حاضر الاجتماع حاليا أربعة برضك من نادي الزمالك: عمرو أدهم وحسين لبيب وكمان المندوح وهشام نصر. تمام، دول الموجودين، الأربعة اللي موجودين. طب إيه القرارات اللي موجودة نادي الزمالك قالها عشان ألعب الماتش بتاع بكرة؟ أولا الوزير أصلا راح عشان يعرف الدنيا ماشية ازاي، وده بيفكرنا بموقف 2019 لما النادي الأهلي رفض يلعب المباريات بتاع الدور التاني وراح لوزير الشباب. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي في الاجتماع؟ تعالى أقولك. الاجتماع دلوقتي بيتقال فيه إن الزمالك يلعب المباراة بتاعت بكرة ويكمل مباراة الدور التاني. طيب الزمالك قال ايه؟ لا، قال لك الزمالك انا مش هلعب. طب يا عم انت لعب 5 ماتشات، قال لك لا انا مش هلعب لان اللي حصل ان انا اصلا رحت العب ماتش فاركو. طلع ان الماتش اللي بتاع فاركو بتاع اللي احنا لعبناه من يومين ده طلع ماتش مش مؤجل، ده طلع ماتش من الدور التاني، واحنا اصلا رايحين على سنة ماتش مؤجل المفروض بتاعنا. طلع ان ماتش دور تاني، وطلع الماتش بتاع فاركو المفروض تلاقيه فين؟ في اسكندريه. لا، لان كان في مباراتين بتلعبوا في اسكندريه وقتها، كان المصري و مش عارف فرقه تانية، وكمان كان في الاتحاد كان بيلعبوا على استادهم في اسكندريه. طيب تعالى نروح لحاجه تانية، الا وهي ان نادي الزمالك كمان هيمشي كوادر من اتحاد الكوره زي عامر حسين. تمام، وهيجيبوا كادر تاني مكانه، وهيمشي رئيس اتحاد الكورة، وهيمشي عدد كبير جدا من المسؤولين بسبب الدوري ده. وكمان الزمالك مقدم ملف كبير جدا بره في الفيفا. انت كمشجع زملكاوي او اهلاوي تتوقع ان الزمالك يلعب؟ ولو متوقع ان هم يلعبوا، يا ريت تقول لي النتيجة كام وتقول لي التشكيلة كمان.